أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج السن. هنتعرف في الحلقة دي على أدوية ارتفاع ضغط الدم زي الترايديل، الكونكور، الكابوتين، الدينتر. أولا الترايديل، المادة الفعالة النيتروجليسرين اللي بتعمل على توسيع الأوعية الدموية زي الشرايين والأوردة. بداية عمله بيبدأ الترايديل يشتغل من دقيقة لثلاث دقايق عن طريق التنقيط الوريدي، وبيتحل على جلوكوز 5%. كمان النيتروجليسرين في منه أقراص بنسميها النيتروماك، بيجي بتركيز 2.5 مللي جرام و5 مللي جرام. وكمان بيجي على شكل لزقة اللي هي الباتش اللي بتتحط على الصدر، وبتيجي بتركيز 5 مللي جرام و10 مللي جرام. بالنسبة لاستخدام الترايدين، أولا بنستخدمه في حالات الذبحة الصدرية. ثانيا بنستخدمه في حالات ارتفاع ضغط الدم قبل العمليات علشان نسيطر على ضغط الدم أثناء العملية. ثالث حاجة فشل القلب المتعلق بالأزمة القلبية. الأعراض الجانبية بتاعته بيجي بأعراض جانبية زي الصداع، زيادة في ضربات القلب، زيادة في ضغط العين، ممكن يحصل إسكيميا يعني نقص في تدفق الدم اللازم للأنسجة. آخر حاجة إيه الاحتياطات اللي أنت لازم تكون عارفها قبل ما تدي الترايدين؟ إنه لازم المريض يكون قاعد وما بيعملش أي نشاط. تاني حاجة لازم يكون في 8 ساعات على الأقل فاصل ما بين كل جرعة. تالت حاجة اوعى توقف العلاج فجأة أو تضاعف الجرعة إلا باستشارة الطبيب. ثانيا الكونكور، المادة الفعالة بتاعت الكونكور بتعمل على تظبيط مستقبلات بيتا اللي موجودة في القلب، فعشان كده بتؤدي لانخفاض في معدل ضربات القلب وضغط الدم. أما بالنسبة للتركيز فهو عبارة عن أقراص وبتيجي بتركيز 2.5 مللي جرام، 5 مللي جرام و10 مللي جرام. استخدامات الكونكور طبعا أول حاجة في ارتفاع ضغط الدم، تاني حاجة الذبحة الصدرية، تالت حاجة الجلطة القلبية، ورابع حاجة عدم انتظام ضربات القلب. الأعراض الجانبية اللي ممكن تظهر، أول حاجة انخفاض حاد في ضربات القلب، تاني حاجة فشل القلب اللي هو هارت فيلير. الاحتياطات اللي انت لازم تكون واخد بالك منها، أول حاجة إنك تاخد الجرعة الموصوفة عن طريق الدكتور، ما تزودش وما تقللش عنها. تاني حاجة اوعى توقف الجرعة فجأة. ثالثا الكابوتين، المادة الفعالة الكابتوبريل بتعمل على منع تضييق الأوعية الدموية، فبالتالي هتسبب استرخاء في الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم. أما بالنسبة للتركيز فبيجي بتركيز 25 مللي جرام و50 مللي جرام. الاستخدامات بتاعته أولا ارتفاع ضغط الدم، 2 فشل القلب اللي هو الهارت فيلير، 3 الجلطة القلبية. الأعراض الجانبية اللي ممكن تظهر، أول حاجة كحة جافة، تاني حاجة ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم. عايزك تكون واخد بالك من الحتة دي، ما بنستخدموش في حالات الحمل. في احتياطات مهمة لازم تكون واخد بالك منها. رقم واحد لازم يتاخد قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين. تاني حاجة لازم تبعد عن أملاح البوتاسيوم. تالت حاجة إن الدواء بيفضل يستمر وما توقفوش حتى لو كان الضغط كويس. رابع حاجة أحيانا بنستخدمه تحت اللسان في الاستقبال علشان نسيطر على الحالات الحرجة والطريقة اللي بتجيلنا. رابعا الدينتر، المادة الفعالة الايزوسوربيت ثنائي دينترات، هي مادة بتسبب ارتخاء في العضلات الملساء في الأوعية الدموية، وبتوسع الشرايين والأوردة الطرفية. التركيزات بتاعته بيجي بتركيز 5 مللي جرام، 10 مللي جرام و20 مللي جرام. والخمسة مللي جرام بنستخدمه تحت اللسان لأن بيعطي مفعول سريع. بالنسبة للاستخدام الدينترا طبعا بنستخدمه علشان نعمل وقاية وعلاج من الذبحة الصدرية. الأعراض الجانبية اللي ممكن تظهر، أولا دوخة واحمرار في الوجه، ثانيا صداع، ثالث حاجة انخفاض في ضغط الدم. إيه بقى موانع الاستخدام؟ ما بنستخدمش الدينترا في حالات الحساسية للنترات. تاني حاجة في حالات اعتلال عضلة القلب. تالت حاجة الاستخدام المتزامن مع أدوية ضعف الانتصاب زي السلدنافيل أو الفياجرا، فده هيؤدي لهبوط عنيف جدا في ضغط الدم، إغماء وكسور في التروية القلبية اللي بنسميها مايوكارديال اسكيميا. وبس كده، ده كان عبارة عن 4 أدوية بنستخدمهم في حالات ارتفاع ضغط الدم. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.